اصعب وقت واصعب احساس على كل شاب. ابدا ازاي؟ الاقي شغل ازاي؟ اتعلم ايه؟ اعمل ايه؟ اروح فين؟ اسال مين؟ تعال نشوف هنعمل ايه. من وانت في الجامعه لازم تكون قادر تحدد انت بتحب ايه، عايز تشتغل ايه، عشان ما تجيش بعد الجامعه وتبقى مجبر ان انت تشتغل حاجه انت ما بتحبهاش. لازم تقعد تسال نفسك شويه اسئله. انا بحب ايه؟ بحب الارقام ولا بحب التسويق؟ اشتغل في وسط تيم ولا بحب اشتغل لوحدي؟ اختار مجال بيحمسك، اختار مجال فيه شغفك. مواقع زي لينكد ان ليرنينج او كورسيرا او يوديمي، كل المواقع دي عليها كورسات كتير قوي مجانيه. لو عايز تشتغل برمجه، عايز تتعلم بايثون، عايز تتعلم اي لغه من اللغات الترندنج دلوقتي، لازم تتكلم انجليزي بشكل كويس. عندك على الموبايل تقدر تستخدم دولينجو، وهو تطبيق بيساعدك تمارس اللغه بشكل كويس. هتبدا بمواقع التوظيف، وظف لينكد ان. هسيب لك لينكات كل المواقع اللي انا اتكلمت عنها، سواء التعليميه او اللي هتقدر تدور فيها على فرص شغل، في الكومنتس. من وانت في الجامعه حاول دايما تحضر كل التدريبات اللي بتتاح. نصايح اقدر اقولها لك دلوقتي: ما تخافش من الفشل. الفشل هو بدايه النجاح، بدايه التجارب، بدايه انك تتعلم. اوعى تخاف ابدا من الفشل. اخر حاجه، حاول تكون صبور. الشغل مش بيجي في يوم وليله. لو انت لسه متخرج لازم تبدا. البدايه مش مستحيله، ممكن تكون صعبه شويه بس مش مستحيله. ركز على تطوير نفسك، خليك جاهز لاي فرصه تجيلك. ما تضيعش وقتك في التفكير كتير، حاول باقل الامكانيات تبدا.